شوف الشكل، بسم الله، اسمع صوت القرمشة. والله وسهلا، حياكم الله ويا مرحبا. بسوي معكم الجيمات وصفة لذيذة ومقرمشة موزونة وبالمقادير بالضبط. تابعوا معنا التفاصيل، حياكم الله. بسم الله نبدأ. أضيف الخميرة على الماء علشان تذوب. مكونات الجافة: دقيق ونشا وبيكنج بودر وحليب بودرة. هم مع بعض سوائل: الماء والخميرة واللبن والزيت. مباشرة عجين باليد. بس خلصنا، عجينتنا جاهزة للتخمير. باقي آخر مكون البيض بعد التخمير. أنا علي إني أحضر لكم وصفات ممتازة ومضبوطة، والسيف للتوكيلات التجارية عليهم إنهم يجيبون أجهزة ممتازة ومضمونة وبجودة عالية. هذه آلة تحضير الجيمات من جانو من السيف للتوكيلات التجارية، مضمونة 2 سنين. الآلة تحضر الجيمات بشكل سريع، بنشوفها معكم ونشرحها بالتفاصيل. تابعوا معي. تحضير الجيمات هذه بدون سلك، لا سلكية تشحن مثل الجوال. معها كوبين معيارين للسوائل والمواد الجافة. معها قاعدة عشان الترتيب والنظافة. آلة التحضير حجمه لتر، وينزل بالدفعة الواحدة 3 الجيمات مع بعض بالطريقة هذه. يجي مع الآلة قمع لتنزيل العجينة وتسهيله. عجينتنا جاهزة، مهم ندهن القمع والكأس بزيت أو زبدة عشان تنزل معنا العجينة بشكل مناسب. تخمرت، بنضيف البيضة ونخلط العجينة من جديد. ننزل العجينة للآلة، شوف شلون تنزل ما يلتصق شيء. حرارة الزيت المناسبة لقلي الجيمات 165 درجة. أول ما نلقم وتنزل الجيمات نهدي الحرارة إلى 130 120. بعد ما ترتفع الجيمات نخليها شوي، بعدين نبدأ نقلب إلى 20 نص ساعة حسب القرمشة اللي تبغاه. بسم الله نبدأ التلقيم بآلة الجيمات السريعة هذه. بسم الله، شوف شلون ما شاء الله سريعة جدا. أنا أغير الأماكن عشان ما تلتصق مع بعض. شوفوا شلون سريعة مرة. الحين خلاص، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الجيمات وشوفوا شكلهم. الحين نحركهم يتفتحون عن بعض. بعد ما حطينا الجيمات وتشوفونها ارتفعت، بننزل الحرارة ل 120 تقريبا مئوية درجة الحرارة، ونستمر بالتقليب علشان يطلع اللون واحد. وعاد الشكل شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ما يمدح حاضر قدامكم، ما شاء الله تبارك الله. نستمر بالتقليب على حرارة هادية لين تصير مقرمشة. هذه الطريقة بتخلي الجيمات مقرمشة لفترة طويلة مرة، لا تستعجلون عليها. معنا تقريبا 20 دقيقة والحين جاهزة. نزلها على ورق حق الزيت مع صوت القرمشة. نضيف على الجيمات الشيرة، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. بضيف سمسم أبيض وأسود.